كلنا دخلنا علاقات وفشلنا نفهم الطرف الثاني، بس لما قرأت هذا الكتاب حسيت إني كنت أتكلم لغة مختلفة. الدرس الأول: الرجال يحتاجون الانسحاب مش الهروب. لما يمر الرجل بضغط ينسحب له الكهف، وما يحب أحد يلاحق بالكلام. النساء عادة يفسرن لسكوت الرجل كإهمال، لكن الحقيقة هو يحتاج وقت لحاله عشان يراجع نفسه. الدرس الثاني: النساء بحاجة للتعبير مو للحلول. لما كانت زوجتي تشتكي كنت أقاطعها بحلول، لكن هي ما كانت تطلب حل، كانت تطلب الاحتواء. أحيانا أنا فاهمك أقوى من سوي كذا. الدرس الثالث: الحب يعبر عنه بطرق مختلفة. الرجل يبين حبه بالعطاء أو العمل أو الحماية، مو بالكلام دائما. والمرأة تعبر بالحنان والاهتمام. فهمت إننا نحب بطرق مختلفة، بس المشاعر نفسها. الدرس الرابع: لا تفترض أن الآخر يفكر مثلك. ما ينفع تقول أنا لو كنت مكانه كنت سويت كذا، لأنه مو أنت. كل واحد عنده طريقة تفكير مختلفة تماما، خصوصا بين الرجال والنساء. الدرس الخامس: التقدير أقوى من الحب أحيانا. الرجال يتغذون على التقدير والنساء على الأمان. لما تقدر جهد الطرف الثاني بالكلمات البسيطة، العلاقة تصير أعمق من أحبك بس. الخاتمة: الكتاب هذا ما أعطاني حلول سحرية، لكن خلاني أفهم أكثر. ولو في كتاب غير نظرتك اكتبه لي بالتعليقات، خل نكبر سوا.